الحقيقة إن فكرة البرنامج جت من تجربة شخصية. سنين طويلة اشتغلت في مجال التسويق والإعلانات، والناس كانت دايما شايفة بس صورة النجاح المبهرة، بس مش شايفين الحقيقة اللي ورا الصورة. ضغط نفسي مستمر، ساعات شغل طويلة بتوصل ل 14 ساعة، مسؤوليات بتكبر كل يوم، ومحدش فاهم إن النجاح ده ليه تمن، وتمن مش سهل. بس مع الوقت اكتشفت إن ده وضع معظم الناس الناجحين، ومن هنا اتولدت فكرة أصل الحكاية، إننا نسمع الرحلة من أصحابها بتحدياتها، بلحظاتها الصعبة، والأيام اللي كانوا فيها على وشك الاستسلام، واللحظات اللي قرروا يقفوا فيها على رجليهم ويكملوا. كل ضيف عنده حكاية ودرس اتعلمه في رحلته. هدفنا من البرنامج هو إلهام أي حد نفسه يبدأ بس مش عارف يبدأ منين، ونتعرف على الحقيقة اللي ورا كل نجاح، الحقيقة اللي صنعت الإنسان مش الصورة، لأن ده أصل الحكاية. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع ضيفة مهمة جدا. جمعية فرصة حياة لعلاج الأمراض النادرة، لأنهم يستحقوا فرصة حياة، إنهم يستاهلوا فرصة حياة، لأنهم يستحقوا فرصة حياة. بدي أتشكركم اليوم لدعمكم لهالجمعية اللي كان بودي أنا أكون موجودة بينكم وأدعمهم. النهارده معانا البطلة اللي فضلت ورا الحملة اللي جمعت له 35 مليون جنيه عشان العلاج. عشان كده قررت ان احنا نبقى مؤسسة حتى اسمها فرصة حياة، ان هم من حقهم فرصة، من حقهم حد ان هو يساعدهم. انتوا قدرتوا ان انتوا تحققوا حلم لكل اب وام ما كانوش لاقيين فرصة. ومن هنا ابتدت مؤسسة فرصة حياة كأول مؤسسة لعلاج الأمراض النادرة وذات التكلفة العالية. أهلا بيكم مرة تانية في أصل الحكاية. دايما بنؤمن إن وراء كل نجاح حكاية، وراء كل ضوء نقطة بداية كانت مجرد فكرة أو لحظة إنسانية أو دمعة على خد طفل محتاج فرصة، مجرد فرصة. يسعدني إن في أولى حلقاتنا يكون معايا ضيفة من أكتر النماذج الملهمة والنادرة، سيدة أمنت إن الإنسان أعظم استثمار، قدرت تحول وجع طفل لرسالة حياة، وأمنت إن إنقاذ حياة طفل مش مجرد حلم، لأ دي مسيرة. واحدة بعتبرها من أكتر السيدات تأثيراً في المجتمع. أمنت إن مفيش حاجة اسمها مرض نادر طول ما في أمل. رحلة إنسانية قبل ما تكون مهنية. ضيفتنا النهاردة الأستاذة غادة منيب، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فرصة حياة، أول مؤسسة متخصصة في علاج الأطفال المصابين بالأمراض النادرة والتكلفة العالية في مصر. إزيك يا غادة؟ هاي، عاملة إيه؟ الحمد لله. النهاردة عايزين نتعرف على مين هي غادة الإنسان. مين هي غادة الإنسانة؟ أنا بحب دايما أبتدي إن أنا أم ل3 أطفال، عندي بنتين توأم وبعديهم ولد. خريجة ماس كوم إعلام وواخدة عاملة دبلومة في البيزنس ادمنستريشن، واشتغلت في كذا مجالات مختلفة لحد ما وصلت لفرصة حياة. طب قولي لنا يا غادة، في طفولتك كنت طفلة شقية ولا هادية؟ شقية جدا. كنت شقية جدا جدا. طيب وتفتكري ايه أول موقف إنساني عدى عليكي في حياتك وانت صغيرة؟ وانا صغيره كان عندي بيت باربي وكنت بحبه قوي، وبعدين رجعت يوم من المدرسه ما لقيتوش، فسالت مامي عليه، قلت لها فين البيت بتاعي، فقالت لي اديته يعني لحد عندها بنت اصغر، كنت خلاص انا كبرت شويه فما بلعبش بيه بس كنت بحبه، فقالت لي انت خلاص مش بتلعبي بيه، فاتس بيتر ان الاحسن ان احنا نديه لحد تاني يكون هو ما عندوش اللعبه دي فيقدر يستفيد بيها، وانا هجيب لك حاجه بدلها ما دام انت يعني لو اتبسطتي ان انت اوكي ان احنا اديناه لحد تاني. فده كان اول كونسبت انا فاكراه كويس قوي، ان دي حاجه كنت بحبها ومامتي علمتني ازاي ان انا ادي لحد الحاجه اللي انت بتحبيها. طيب
احكي لنا كانت علاقتك عامله ازاي باهلك وانتي صغيره؟ كنت مرتبطه اكتر بجدي الله يرحمه، وكنت زي ما قلت لسه كنت طفله شقيه وعناديه. بس يعني كانت علاقتي بيهم كويسه، ان انا عندي حته دبلوماتيك كده، فبحاول ان انا ابقى ان بتوين. طب وده معناه ان جدك كان اكثر شخص فرق في حياتك او كان بيأثر عليكي وانتي طبعاً. طفله؟ طبعا. اوكي. طيب ايه اهم المبادئ اللي اتعلمتيها في بيتك ولسه ماشيه عليها لحد دلوقتي؟ بصي، هي التربيه دلوقتي بقت مختلفه، فانا بحب ان انا اربي ولادي زي ما انا اتربيت، يعني ان هم يحترموا الناس اللي اكبر منها. يعني للاسف هتلاقي في اجيال تانية اصغر مننا فكره ان هو يحترم الكبير ما بقتش موجوده زي زمان ده حقيقي، احنا مع الأسف. اتربينا. ده حقيقي. فبحاول دايما ازرع فيهم الحاجات اللي انا اتربيت عليها. اوكي، حلو قوي. ازاي بتعرفي تنظمي وقتك بين البيزنس الخاص بتاعك وبين عملك الخيري ودورك كأم ووقتك الشخصي بقى كإنسانة؟ بصي، انا المي تايم ده بقدره في حياتي، يعني لازم، ويعني وبتمنى ان اي ام تبقى عندها تقدر تعمل البالانس أنا ده. موافقاكي جدا. فالولاد دلوقتي في المدرسه، فبيبقى عندي الصبح فاضي. انا متفرغه اكتر دلوقتي لفرصه حياه. السايد بزنس بتابعه بس من بعيد، بس اكتر متفرغه اكتر فرصه حياه، فبيبقى عندي الوقت اللي هم الولاد فيه في المدرسه، ولما بيرجعوا المدرسه بيبقى عندنا تمارين، وبالليل ده المي تايم بتاعي. طيب قوليلي، في خلال رحلتك مع فرصة حياة أكيد في حاجات اتغيرت في شخصيتك. احكيلي ايه الحاجات اللي انت شايفاها أكتر حاجة اتغيرت في شخصيتك بعد فرصة حياة؟ بصي، ما اقدرش اقول اتغيرت، اقدر اقول اتعلمت. اتعلمت ان مفيش حاجه مستحيله ومفيش حاجه لازم، ولما الواحد بيتوكل على ربنا، الحلم لما حد بيشوف ان هو حلم، لو ربنا اراد ان يكون بيكون، يعني بيتحقق فعلا. فدي حاجه انا اتعلمتها، ان مفيش حاجه، ما ينفعش حد يقولي مستحيل ده تحصل. لا، هو لو ربنا رايد ان هي هتحصل، بس لو طبعا عملنا مجهود. طبعاً. يعني مش طبعاً. واحنا قاعدين ما بنعملش حاجه. طبعا. طيب بالنسبة بقى لولادك، هل بتتكلمي معاهم عن الفرص اللي بتعدي عليكي في فرصة حياة في الحالات اللي انتي بتقابليها؟ هم عارفين رشيد وعارفين الكيسز اللي بتبقى معايا. يعني لسه عندنا حبيبي طفل يحيى، ده من الاطفال اللي احنا بنوفر لها دلوقتي ان شاء الله العلاج. لسه امبارح كنت بوريهم صورته وبقول لهم ان هو برضو زي الاطفال اللي قبل كده، وان احنا بنحاول نساعدهم، بنحاول نعلمهم ان هم يطلعوا من مصروفهم، ان هم كمان يساعدوهم ان احنا نقدر نجيب لهم العلاج. طب هل ده أثر في طريقة تربيتك ليهم عن قبل كده؟ مش قبل كده قوي، لان انا اولادي صغيرين، يعني هم 8 سنين و7 سنين، بس هم كبروا دلوقتي ان هم عارفين ان هم they have ان هم يساعدوا الناس. حتى في المدرسه لو هم بيعملوا حاجه، ان هو لو تقدر تساعد حد تبقى كايند. فده يعني عشان ما اقدرش اقول ان في جاب كبيره لان هم لسه صغيرين، فده الحاجه اللي اقدر اقول ان انا علمتها لاولادي. طيب قوليلي يا غادة، في رحلتك مع فرصة حياة ايه اكتر حاجة اتعلمتيها كدرس وعايزة تقوليها للناس؟ عايزه اقول لهم ما يفقدوش الامل، لان الامل دايما بيجي من عند ربنا. فيعني انا فاكره اول مره كلمت مامة رشيد قلت لها انت دعيتي وابواب السماء مفتوحه، فربنا استجاب. فما فيش حاجه مستحيله، بس اسعى. وفي الاخر على فكره ممكن لو حتى ما اتحققتش، ربنا عارف ان هي بعدين لسبب ما اتاخرت. ايوه طبعا. لسبب ما هتبقى حاجه احسن ليك. ايوه اكيد. فدي حاجه انا عندي يقين منها. يعني لو حاجه ربنا ما ارادهاش ان هي تحصل دلوقتي، فهو اكيد لسبب ما هتحصل بعد كده وهتحصل بشكل احسن. اكيد طبعا. فدي حاجه انا اتعلمتها وشفتها قدامي أكيد. من الكيسز اللي بتجيلنا فرصه حياه. ان دايما يبقى الانسان عنده امل وايمان بربنا. اكيد. طيب وصلنا للفصل الثاني من حلقتنا. احكي لي يا غادة، حسيتي بايه
اول مره شفتي البوست بتاع رشيد على السوشيال ميديا؟ افتكرت بنتي لما كانت عيانه، كانت ساعتها عندها سنه وشهرين. كنت انا عكس مامة رشيد، يعني هي كانت عارفه العلاج بس تكلفته كانت عاليه جدا، وانا كنت ساعتها بحاول اشخص بنتي ومش عارفه عندها ايه. فكانت يعني حسيت بنفس الاحساس اللي هي عندها العلاج وعارفاه، وانا ساعتها كنت بدور ايه العلاج. يعني الحمد لله هي طلعت حاجه بسيطه طبعا، مش مرض نادر، ولكن الاحساس في حد ذاته ان انت تبقي حاسه ان ابنك عيان او مش عارفه هو عنده ايه، ده يعني شعور مش سهل على اي ام. اكيد طبعا، اكيد. طيب احنا كل يوم بنشوف بوستات عن حالات محتاجه مساعده على السوشيال ميديا. اشمعنى الحاله بتاعت رشيد بالذات اللي وقفتي عندها؟ اللي وقفني عند البوست بتاع رشيد صورته. يعني انا وقفت عشان صورته ما شاء الله، يعني كانت صوره بيبي جميل، وقريت الكابشن كمان كانت طويله، وكانت المشكله كلها في ان تكلفته عاليه، كانت ب 2 مليون دولار. كان ما يوازي للوقت ده 35 مليون جنيه مصري. رقم فظيع. فانا قعدت افكر هي مشكلتها ان العلاج موجود بس تكلفته عاليه جدا. بالظبط. فدي اكتر حاجه وقفتني، صوره رشيد. صوره رشيد انها صوره سعيده قاعد على البحر، شكله ولد حلو، الناس لازم تتفاعل معاه. ده اكيد. طيب انا بصراحه منبهره بموضوع ان انتي اخدتي اتحركتي من نفسك بعدها وتواصلتي مع وزاره التضامن الاجتماعي وعملتي جروب على السوشيال ميديا وابتديتي تلمي الناس وتشجعيهم ان هم يتبرعوا من غير حتى او قبل ما تبتدي تتواصلي مع اهل رشيد. ايوه. ايه اللي دفعك ان انتي تاخدي الخطوه دي؟ بصي انا فكرت في فكره بسيطه، ان احنا لو 140 الف بني ادم، لو كل واحد فينا اتبرع 250 جنيه هنقدر نجمع ال 35 مليون جنيه. كانت الفكره كلها ازاي هقدر اجمع المبلغ ده بس بشكل قانوني. فعشان كده احنا تواصلت مع وزاره التضامن دكتور نيفين القباج. وبعدين ما انا مش هينفع اكلم الام وانا ما عنديش حل. يعني انا كنت حابه ان انا اكلم الام واقول لها انا بالزبط. عندي حل 1 2 3 نقدر نساعد بيه رشيد. فكان لازم، عشان المبلغ كبير جدا فما ينفعش طبعا ان احنا نجمعه على حساب شخصي، لازم تبقى تحت اطار حكومي. فحبيت انا اكلمها وانا معايا حل للمشكله، مش ان انا بكلمها بس بواسيها او بقول لها مثلا بعرض عليها. كان لازم اشوف حلول الاول ازاي نقدر نساعدها. طيب برضو احنا بنشوف حالات وبنتبرع لها وخلاص وبنقول ربنا يشفيهم. ان انت خدتي خطوه وابتديتي تاخدي خطوات كتير قوي قوي قوي، ده حاجه ما بتحصلش كل يوم. بصي رشيد كان حاله مختلفه. يمكن بيبقى في حالات على السوشيال ميديا احنا بنشوفها بتبقى محتاجه مساعده، والحمد لله يعني بشوف ان الناس بتقدر تساعدها، لكن رشيد كان المبلغ كبير قوي، كان 35 مليون جنيه. يعني انت النهارده بتتكلمي في 106 مليون جنيه بالظبط. فكان مبلغ كبير، واحنا شعب كبير وعاطفي ودايما بنتعاطف مع الام او مع الطفل. ايوه. فهي الفكره نجحت طبعا، ده توفيق من عند ربنا، وكنت حاسه ان انا لا نقدر نساعدها. يعني كانت تجربه ممكن تفشل ممكن تنجح، محدش يعرف ايه اللي هيحصل، بس انا حبيت ان انا احاول اساعد على بالشكل اللي انا اقدر اساعد بيه او اللي انا شايفاه يمكن ننجح، والحمد لله نجحنا. الحمد لله. انا منبهره بصراحه ان انت خدتي الخطوات دي فعلا. يعني مش كل يوم بنشوف حد بياخد خطوات ان هو يروح يتواصل مع جهات حكوميه عشان يساعد طفل، ويبتدي يجمع الناس على السوشيال ميديا ويبتدي يشجعهم. انت اصلا كان معاكي ادوات بسيطه جدا، صح؟ يعني ايه الادوات اللي استعملتيها عشان تبتدي تشجعي الناس انها تتبرع على السوشيال ميديا؟ انا my own believes ان كل حد يعني ربنا بيبعتنا لبعض في الخير عشان نساعد بعض. فلما جت الفكره دي ولقيت الناس هي كمان متشجعه ان هي عايزه تساعد رشيد، لان المبلغ بقى صغير قوي جنب المبلغ الاصلي كنت لسه عايزه اسالك على الموضوع ده. وهتنقذ حياه طفل.
فالناس اتحركت. انا ما بقولش ابدا ان النجاح ده بيتنسب لغاده بس، لا هو بيتنسب لكل حد اتبرع بجنيه لرشيد، او مؤسسه او شركه اتبرعت، او رجل اعمال. هو جزء من النجاح ان احنا وصلنا للرقم ده. ف انت ساعتها again. قلتي لو 140 ألف شخص أيوة. اتبرعوا ب 250 جنيه هنقدر نلم المبلغ بالكامل لرشيد، ايوه. وده فعلا حصل. بصي انا عملت الجروب، وكنت بسال الناس ان احنا يبتدوا هم يعني يعملوا قعد لاصحابهم عشان نوصل لل 140 الف شخص. احنا في خلال 3 ايام وصلنا ل 375 الف شخص. فالناس نفسها كانت حابه ان هي تساعد. الناس كانت متعاطفه جدا مع حالته فعلا جدا، وما كانش فارق معاها ان الرقم كام، كانت أيوة. فارقه توصل للرقم. ايوه، وده كان التشالنج اللي الناس عايزه ان هي توصل للرقم. انا فاكره كان في ميترز على السوشيال أيوة. ميديا، وكل كل شويه يوم احنا حد وصلنا وأربعة. لقد ايه، والناس لما تتبرع بتخش تحط سكرين شوتس على السوشيال ميديا عشان تشجع الناس اللي غيرها تخش وتتبرع هي كمان. بصي انا اول تبرع نزلت عملته الرشيد، يعني مسحت الرقم وحطيت الريسيت ان انا اتبرعت، وكتبت اي دونيتد. فالناس اتشجعت كمان ونزلوا عملوا برضو تبرع لرشيد. بقى كل حد بقى بيتبرع لرشيد بيحس مش عشان بيتباهى برقم او ان هو لا، عشان يشجع غيره ان هو يساعد وان هو يتبرع. ما خفتيش يا غادة لما حسيتي ان عليكي مسؤولية تجميع مبلغ كبير زي ده لحالة رشيد اللي انت يعني كنتي ابتديتي تتعاطفي معاها وتتعلقي بيها؟ اكيد انا مع كل حد واربع كنت ببقى يعني يا ربي احنا وصلنا لكام. وبعدين خلي بالك الرقم برضو كبير مش صغير، رقم كبير جدا. فوصلنا ل 10 مليون، طب ما لسه فاضل 25 بالظبط، حتى وصلنا ل 20 لسه فاضل 15 بالظبط. فهي الناس بصراحه انا دايما بقول ان هم طلعوا ايديز، طلعوا افكار ازاي يقدروا يساعدوا بيها رشيد، وعشان كده كلنا قدرنا ان احنا ننجح ان احنا نساعد رشيد. طب احكي لي، اكيد في لحظه كنت خايفه منها ان انت تفشلي بعد ما تواصلتي مع اهله واديتيهم امل، حسيتي فعلا باللحظه دي؟ ده اكيد، اصل دي مسؤوليه كبيره. طبعا. يعني انا اديت امل لام بفكره، ووارد ان هي تنجح او وارد ان هي ما تنجحش، بس هي سبحان الله ات وينت فايرل. الناس كلها تعاطفت مع رشيد، كل الناس بقى رجاله وستات امهات وطلاب في الجامعه وفي المدرسه في التمرين. كان في كوتش عامل فيديو ان هو بيقول للاطفال اللي بيدربهم كوره على رشيد وان هم اتبرعوا له. فهي ات وينت فايرل وربنا اراد ان احنا نقدر نساعده. ده هو فعلا كان نصيبه. ده حقيقي. طيب انا لو مكانك مش قادره اتخيل وقت ما جمعت المبلغ كله، اكيد كان عندك احساس فظيع بالانجاز. احكي لي كنت حاسه بايه ساعتها؟ كنت حاسه زي كاني عندي امتحان ونجحت فيه، لاني كان في الاول دايما الناس تقول لي انت هتجمعي 35 مليون جنيه، قلت لهم ان شاء الله هنقدر نجمعهم. يعني المبلغ بسيط على اي، يعني 250 جنيه لو كل واحد فينا اتبرع بيه، وفي ناس اتبرعت باقل على فكره 250 جنيه. يعني في راجل اتبرع ب 6 جنيه وفي شركه اتبرعت ب 2 مليون ونص. ايوه. فكل الارقام دي هي اللي جمعت 35 مليون جنيه. لكن احساسي ساعتها او احساسي اكشلي مع كل كيس احنا بنقدر نساعدها ببقى كاني حققت نجاح انا كان نفسي ان انا احققه. طيب غادة، مع حالة رشيد ظهرت لك حالة تانية، وفي 40 يوم قدرتي تجمعي 80 مليون جنيه، وكان في ضجة على السوشيال ميديا على الحالتين دول. ونتيجة لذلك كان في مبادرة الرئيس السيسي بأن يبقى في علاج لضمور العضلات الشوكي، وبعدها اتحقن 48 طفل بالحقنة اللي اتحقنها رشيد. كان إحساسك إيه ساعتها؟ بصي هو بالنسبة لي كان إنجاز طبعا كبير. احنا كان عندنا طفلة العيال بعد رشيد وهي برضو كانت مصابة بنفس المرض، وبعدين سيادة الرئيس عمل المبادرة لضمور عضلات الشوكي، وقدروا ان هم من خلال المبادرة يحقنوا 48 طفل.
فده بالنسبه لي بتكلميني في دريم، يعني في حلم. هو احنا طبعاً. كنا بنتكلم على طفل بحقنه ب 2 مليون، بالظبط. ولكن طبعا الدوله لما تدخلت قدرت ان هي تنقذ اطفال عدد يعني طبعا اكبر بكتير من ان هو طبعاً، كنا بنتكلم طبعاً. على طفل واحد. ده بصراحة يعني المبادرة بتاعتك عملت إنجاز رهيب لعائلات وأسر كتير جدا. طيب خلينا ندخل على الفصل الثالث. تأسيس فرصة حياة. ليه اسمه فرصة حياة؟ سميناها فرصه حياه عشان هو كل طفل يستحق فرصه حياه. هل كنت تتوقعي ان فرصة حياة هتبقى اول كيان متخصص لعلاج المرض ده؟ لا بصي، انا لما سالت للاسف عرفت ان مفيش اي مؤسسه خيريه بتتكفل بعلاج الاطفال اللي عندها امراض نادره. فاحنا لما جينا اسسنا المؤسسه في الاول كنت عارفه ان احنا اول مؤسسه بتتعامل لعلاج الاطفال اللي عندها امراض نادره. فده كان بالنسبه لي بعد رشيد. انا كنت عايزه اعرف هو ده كان ترند الناس تعاطفت معاه. انت عارفه كل حاجه دلوقتي على السوشيال ميديا بتبقى ترند والناس بالظبط. بتهتم بيها وبعدين بيطلع موضوع تاني والموضوع الاولاني بيتنسي. بالظبط. فلما ابتدينا ناخد اطفال تانية بكيسز مختلفه بامراض مختلفه لقيت الناس متعاطفه. فالناس مش متعاطفه بس مع طفل، هي متعاطفه مع الكوز نفسها. بالظبط، مع الهدف نفسه. بالظبط. فقررت ان احنا ننشئ مؤسسه فرصه حياه ونبقى اول مؤسسه لعلاج الاطفال اللي عندها امراض نادره. اوكي. طب لما قررتي تاخدي قرار ان انت تأسسي المؤسسة، اكيد في ناس بقى وقفت ضدك وخوفتك وقعدت تقولك لا ده ترند وهيروح لحاله، انت ايه الخطوة اللي انت واخداها دي؟ احكي لي، كنت بتردي عليهم تقولي لهم ايه؟ بصي، دايما بيبقى فيه الراي والراي الاخر. اكيد. لو احنا هنتكلم على تأسيس المؤسسة، في ناس طبعا انا هعتبرها نصيحة، مش هعتبرها ان هو حد بيحاول ان هو يعني يقولي كلام نيجاتيف، ان هي يا غادة هتبقى هسل وان هي مسؤولية كبيرة وان محتاجة خطوات كتير وانتي ما اشتغلتيش في حاجة قبل كده ليها علاقة بالمؤسسات الخيرية. بس انا حسيت ان انا لو ما عملتش ده او ما كملتش الاطفال مش هيبقى ليهم صوت، مش هيقدروا يوصلوا صوتهم. ده حقيقي. فكان كان بيردن صعب قوي عليا ان انا اكمل او ما اكملش، لان انا لو ما كملتش ما عندهمش امل تاني، ما عندهمش اوبشن تاني. فقررت ان انا اخد التجربه. طيب انتي شعار الجمعيه كل حد من حقه فرصه حياه، تردي ازاي على الجمعيات او المؤسسات او الاراء الشخصيه الكتير اللي شايفه ان بالمبلغ الكبير قوي ده ممكن نعالج اطفال كتير بدل طفل واحد؟ طب لو ابنه فعلا اكيد يعني هيبقى محتاج حد يساعده. برد واحد، هو لو ابنك او بنتك هيبقى عايز تعمل ايه؟ هيبقى عايز يساعده طبعا. يعني هتفكر يروح يساعد ال1000 طفل ولا هيبقى عايز يساعد ابنه؟ لا ساعتها طبعا هيبقى عايز يساعد ابنه. ففي الحاله دي كل ام من حقها ان هي تفايت وتحارب ان هي توصل لعلاج ابنها. فده ردك للناس لما يبقى بتتسالي برد عليهم كده، وانا هسال حضرتك او حضرتك سؤال واحد، هو لو ابنك او بنتك هتبقي عايزه تعملي ايه؟ يعني احنا خدنا ساعتها سالنا دار الافتاء، لان في ناس قالت حرام ان احنا نعالج طفل ب 35 مليون جنيه، حضرتك جبت الحرمانيه منين؟ فاحنا دار الافتاء حلل ان اصل ربنا خلق الداء والدواء، مش معنى ان هو عشان علاجه غالي فحضرتك قررت وانت قاعد في البيت بتبوست او بتكومنت على حاجه ان هو الطفل ده مش من حقه العلاج. في ام مش عارفه تنام وعندها هم كبير جدا ان هي توفر له العلاج ازاي، فهو لو ابنها او بنتها هي هتحارب الدنيا كلها بس عشان توفر له العلاج. المؤسسه طيب بتقدم ايه للاطفال بالظبط؟ يعني بتعملوا ايه كمؤسسه؟ بصي، احنا لما ابتدينا كنا بنوفر العلاج للاطفال، بس انا اكتشفت ان الامراض النادره عامله زي البازل، انت محتاجه تحطي كل البيسز الصغيره عشان تشوفي الصوره كامله. لان هي زي ما احنا بنقول هي مرض نادر، حاجه جديده لسه مش متعرف عليها. انا شخصيا كنت اول مره اعرف يعني ايه مرض نادر ويعني ايه ضمور عضلات شوكي وقد ايه هو تكلفته عاليه. طب تكلفته عاليه ليه؟
طب احنا مش بنحاول نساعدهم ليه؟ طب الناس دي طلباتها ايه؟ طب النهارده بارت الحكومه في ايه؟ فابتدينا نعمل شراكات مع شركات الادويه ومع طبعا مع وزاره الصحه، وطبعا احنا اوريدي تحت الامبريلا بتاعت وزاره التضامن عشان نقدر نجمع البيسز دي ونوصل لامل لاهالي الاطفال والاطفال اللي عندها امراض طب نادره. كلمينا اكتر عن المرض، عايزين نفهمه. المرض عباره عن ايه؟ ضمور العضلات الشوكي الاطفال، انا مش دكتوره بس باي ذا واي، بس اكيد اتعلمتي كتير في رحلتك. فانا هقول لك المعلومات اللي انا عارفاها طبعا من مرجعيه طبيه يعني للدكاتره. الاطفال بتتولد من غير الجين اللي بيحفز البروتين في الجسم، فبالتالي مفيش بروتين بيوصل للعضلات فبيحصل وفاه، يعني بيوصل لحد عضله القلب والاطفال بتتوفى. الحقنه دي ريبليسمنت للجين. طيب من اللي انا فاهماه ان الطفل لازم يتحقن قبل سنتين. دي حقيقه. ليه قبل سنتين بالذات؟ ده بروتوكول الحقنه، يعني دي ليها حاجه علميه اكتر، انا يعني ما اقدرش اتكلم فيها في تفاصيل، لكن ده بروتوكول اي علاج اي مرض ليه بروتوكول. فاحنا بنمشي مع البروتوكول بتاع FDA في امريكا، فهو لازم الطفل بياخد الحقنه قبل سن سنتين. يمكن دلوقتي في شركات ادويه شغاله على تطوير ده ان هم ياخدوها فوق سن السنتين، ولكن لسه كلها كلينيكال ترايلز. وكل طفل بيحتاج حقنه واحده بس؟ حقنه واحده بس. طيب هل بس هو ليه علاج تاني، يعني هو لو هو عدى سن السنتين ليهم علاجين تانيين، بس بيبقى علاج مزمن، يعني لايف تايم ميديكيشن يفضل ياخده طول حياته. لكن الحقنه اللي زي اللي اخدها رشيد والاطفال تبع المبادره هي بياخدوها مره واحده. طب وده برضو بتساعدوهم ان انتوا توفروا لهم؟ بنوفر العلاج اللي هو البديل، بس هو بيبقى علاج لطول العمر. دي حاجه هايله، دي معلومه انا ما كنتش اعرفها اصلا. في ناس كتير على فكره ما تعرفش او دايما بتربط كلمه مرض نادر ان ملوش علاج، لكن احنا مع التقدم اللي احنا فيه في العالم كله، فالنهارده في مرض نادر وفي علاج. طبعا في امراض لسه ملهاش علاجات، ولكن في امراض ليها علاجات، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله. ده شيء هايل بصراحه. طب قولي لي يا غاده، انتوا بس بتساعدوهم بان انتوا بتوفروا لهم الدواء والمبالغ بتاعه العلاج، ولا كمان بتساعدوهم نفسيا كاهل الاطفال والاطفال؟ لان طبعا الرحله دي او المرور بحاجه زي دي اكيد بتدمرهم نفسيا، دي حاجه مش سهله بصراحه ان ام تشوف طفلها عامل كده. فهل انتوا بتساعدوهم نفسيا باطباء نفسيين او؟ بصي، ده عشان كده زي ما قلت لك احنا اول ما اسسنا المؤسسه اكتشفت ان في حاجات كتيره احنا لازم نشتغل عليها. يعني ده بروجرام دلوقتي احنا شغالين عليه ان شاء الله ان احنا نقدر نساعدهم، بس انا دايما والتيم بنتواصل مع الام دايركت، بنحب نعرف ايه كل الحاجات اللي بتبقى هي محتاجاها، مش بس تكلفه العلاج. بيبقى في مثلا اطفال محتاجه تسافر، بنتولى التكاليف بتاعه السفر والاقامه. لو هو في حاجات مثلا جنب الدواء مثلا محتاج علاج طبيعي، يعني احنا بنشوف الريكويرمنتس بتاعه الطفل ده واهله ايه، واكوردنجلي بنساعدها. ده هايل هايل بصراحه، ده مجهود فظيع جدا. طيب خلينا نروح للفصل الرابع. التأثر النفسي خلال الرحلة، وده أكيد حاجة أنتي بتمري بيها على طول. بصي دكتور منى اللي هنا في الصورة هي عندها تريبلتس مصابين أيوه. بنفس المرض. أيوه، ده حاجة تكسر يعني تقطع القلب. يعني أنا دكتور منى بشوفها بطلة أكيد. كل الأمهات أبطال على فكرة من الكمز للأمراض النادرة حقيقي. بس احنا دايما نقول أم وطفل، لكن هي بصراحة يعني والثلاث أطفال كان عندهم 3 عندهم نفس المرض، غير ان كان عندها ابن اكبر كمان، بس هو للاسف اكبر فما كانش لسه في علاج، فهو حبيبي خلاص قاعد على كرسي متحرك. ده حمل تقيل قوي. ولكن يعني عندها 4، فهي بالنسبه لي بطله بصراحه. اكيد بطله. طيب قولي لي ايه اكتر كلمه سمعتيها من ام كسرت لك قلبك؟ كل ام بتبقى ان هي محتاجه علاج، ما اقدرش اقول جمله واحده، بس في جمله دايما انا
يعني من حد معين. لما اول مره كلمتني قالت لي يعني احنا نقدر نعملها، ما تسالنيش الثقه جايه منين. قلت لها ان شاء الله هنقدر نعملها. قالت لي انا يعني ما اقدرش اطلع على السوشيال ميديا واطلب الناس ان هي تساعدني. قلت لها لا يعني هتقدري، واحنا عملناها قبل كده وان شاء الله هنقدر ان احنا نجمع المبلغ. وفعلا الحمد لله قدرنا نجمع المبلغ لابنها، كانت محتاجه 36 مليون جنيه وعملت له العمليه. طيب بعد العمليه الامهات بتعمل معاكي ايه بعد كل المجهود اللي انت بتبذليه معاهم ده؟ بصي، في حد منهم بنتقرب جدا لدرجه ان احنا بنبقى صحاب زي زينب مامة مصطفى، وفي حد انا دايما يعني بحب ما دام خلاص عملت دوري انا اي ستيب باك. يعني هي بقى لو في حاجه محتاجه تسال حاجه او في حاجه نقدر ان احنا نساعدها طبعا ديفينتلي بنبقى موجودين، مش انا بس، انا وتيم فرصه حياه. يعني في علاقات اوريدي عملتيها مع امهات؟ انا بحبهم، انا بشوفهم ابطال. طبعا هم ابطال يعني اكيد. اصعب حاجه على احنا لو ابنك بس سخن بالليل بتفضلي تقولي انا ما نمتش طول الليل اصله كان سخن. فلما بيبقى كمان عنده مرض صعب او حتى لسه مش عارفه تشخص او شخصته ما عندهاش تكلفه العلاج او تشخص وما عندوش اصلا علاج، وان هي عندها الحمل ده او الابتلاء ده، دي انا بشوفها سوبر هيرو. اكيد. طيب قولي لي، انت عمرك بكيتي بسبب حاله معينه؟ بسبب طفل ما لحقناش نوفر له العلاج. كان عنده كانسر وكان نوع شرس، ووفرنا فلوس العلاج بس كان ساعتها الافكت بتاع الدواء 10%. فما كانش اليجيبل ان الولد يقدر ياخد العلاج. وانا كان يعني كنت بكلمه في التليفون، هو كان حبيبي الله يرحمه 9 سنين واحنا دايما بنسال الاطفال نفسكم في ايه. فهو كان نفسه يطلع عمره مع مامته يا حبيبي. فكان نفسي ان انا احقق له ده، بس قدر ربنا كان اسرع مننا. فدي كانت بالنسبه لي شوك. بس برضو في الاول وفي الاخر دي اقدار. طب ساعات بتحسي مع الحالات اللي بتعدي عليكي دي كلها ان شغفك بيقل مع الوقت؟ ببقى عايزه ان انا طب الحمد لله المره اللي فاتت قدرنا، طب ان شاء الله دايما بيبقى في اول الكيس بيبقى عندي زي اي بني ادم التخوفات الطبيعيه، وبعدين يعني الحمد لله بنقدر ان احنا نساعده. طب غادة، ازاي شايفه دور الدوله في دعم المرضى؟ واضح ان وزاره الصحه والتضامن متفاعلين جدا وبيحاولوا يساعدوكي. احكي لي شويه عن الدور بتاعهم مع المؤسسه. بصي، هو اي مؤسسه خيريه في مصر تحت اشراف وزاره التضامن، لكن احنا ابتدينا مشوارنا مع وزاره التضامن لان رشيد كان اول طفل في مصر يتفتح له حساب تحت اسم طفل مش تحت اسم مؤسسه خيريه. وقدرنا ان احنا نجمع له المبالغ المطلوبه، وبعدين اسسنا مؤسسه فرصه حياه ستيل برضو طبعا تحت اشراف وزاره التضامن. وهنا بقى يجي دور وزاره الصحه، لان هو في الاول في الاخر احنا بنتكلم على مرض واطفال، فطبعا لازم وزاره الصحه هي اللي بتبقى المعنيه بالعلاج. فاحنا اوريدي عندنا شراكه مع وزاره الصحه، وكان في مايلستون مهمه جدا بالنسبه للامراض النادره وورلد وايد شهر 5 اللي فات. كان في ال WHA resolution للري ديزيز، وكانت مصر واخده الليد. دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه، يعني جاد بليس هيم. انا شفتك حضرتي معاه. ايوه كنا معاهم. ده كان شيء مشرف جدا بصراحه. بصي، هي كانت بيج مايلستون، نقله كبيره جدا للامراض النادره في العالم، لان هو ساعتها حصل تصويت وتم الموافقه ان الامراض النادره تنزل تحت منظمه الصحه العالميه. ده انجاز رهيب. ده انجاز لمصر طبعا، لمصر يعني، لان هو طبعا دكتور خالد وزير الصحه، ولكن هو هناك كمان كان بيريبريزنت مصر ان هي تبقى ليدنج للرير ديزيز في العالم. احنا واسبانيا. انتي لسه ماضيه مع وزاره الصحه بوليسي بيبر او ورقه اتفاق سياسات جديده ليها علاقه بالامراض النادره. هو احنا ماضيين بروتوكول مع وزاره الصحه،
وعملنا لونش للبيبر بوليسي لورقه سياسات، لان احنا ما كانش عندنا ورقه سياسات للامراض النادره في مصر. فده طبعا بيبقى مشاركه مع وزاره الصحه وجميع الجهات المعنيه، هيئه الرعايه الصحيه وهيئه التامين الصحي والشراء الموحد، يعني كل الجهات المعنيه اللي ليها علاقه بالسايكل بتاعه الرير ديزيز كانوا كلهم مشاركين معانا، طبعا مع شركات الادويه والبرايفت سيكتور. غادة، أنا بجد منبهرة برحلتك والمجهود والإنجازات الفظيعة اللي انت عملتيها. بشكرك جدا لوجودك معانا، أنا فعلا اتبسطت بيكي. فاصل وهنرجع تاني مع ضيف جديد وملهم، استنونا بعد الفاصل. فقرتنا مختلفة ومستقبلية، لأن الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد تكنولوجيا بنسمع عنها، ده بقى جزء من تفاصيل حياتنا اليومية. النهاردة بنتكلم عن شكل جديد لمستقبل الرعاية الصحية بيجمع بين الطب والذكاء الاصطناعي في تجربة واحدة. ضيفنا شاب مصري مبتكر قدر يربط الصحة بالتكنولوجيا ويحول فكرة لواقع. هنقدم اختراع جديد من المهندس أنيس عبد اللطيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ولترا AI. أهلا بيك يا أنيس معايا النهاردة. اهلا وسهلا بيكي. شكرا على المقدمه، وشكرا ان انتوا استضفتوني هنا. ثانك يو فور اول ذا تيم برضو. انا يعني متشكر برضو لحاجه اهم برضو اللي لازم نشرحها، ان الانفراستراكشر في مصر يعني فاجئني صراحه المره دي، وده يخليني برضو اشكر الدوله ويعني ترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان هو بيدي فرصه للشباب حتى وان احنا خرجنا بره ان احنا نرجع وندي تاني لبلدنا. انت سافرت امريكا، درست هناك صح؟ صح. ومن دراستك ابتديت تخترع الرؤية او المراية اللي معانا النهاردة. بس عايزين نرجع لأصل الحكاية. ايه اللي خلاك اصلا او دفعك ان انت تبدأ ولترا AI؟ تمام، سؤال جميل اجابته هتبقى طويله شويه. الفكره هي ان انا كنت من قبل اصلا وانا في الجامعه، يعني قبل ما اتخرج انا دارس electrical و biomedical engineering، ان انا I'm interested in healthcare والصحه عامه، وكنت حتى بعمل body building natural body building competitions، خدت some medals و I used to do fitness modeling and online coaching، بس لقيت ان it's very limited you know so the goal was to ازاي نروح ابعد من كده، فمن هنا يعني التركيبه كلها جت ان احنا وصلنا. اوكي، قدرت تدمج بين مجال الصحه والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. قولي فكرت فيها ازاي وعملتها ازاي، وليه مجال الصحه بالذات؟ ما هو هي صراحه الانترست بتاعتي كشخص مش هندسه خالص، يعني هي الانترست ازاي ان انا اكون صحي واساعد الناس هم يكونوا صحيين اكتر، فده خلاني ان انا ازاي اخد المقومات اللي عندي سواء from a technology aspect او الحاجات اللي انا فعلا بستمتع ان انا اعملها وادمجها في بعض. ف يعني ببساطه الفكره كانت ازاي ممكن نساعد واحد من البيت، بس مش بس الناس اللي هي اوريدي في الفتنس اوريدي عارفه عن صحتها، لا الناس اللي مش واخده بالها، اللي هم they're unaware unfit، اللي ممكن يحصل لهم امراض من غير ما حد يتدخل، او هم مش مهتمين بصحتهم، ما بيعملوش تحاليل ومراجعات مع الدكاتره بطريقه مستمره. بالظبط، وده اصلا في اخر المطاف بيبقى عبء على الدوله عامه، لانها مصاريف زياده لما الناس دي تتعب وتعيا، وطبعا ده بيأثر على البرودكتيفيتي بتاع الناس في الدوله نفسها كبرايفت او بابليك. لما يبقى واحد شخص مريض انتاجيته مش زي الصحي. يعني انت كنت بتحاول تساعد الناس ان هي تبتدي تعمل مونيتورنج لصحتها بطريقه بسيطه فيها تكنولوجيا، مش هيضطر يروح لدكتور يعمل مشوار يروح المعمل عشان يعمل تحاليل، لا انت الحل عندك مجرد ان انت تقف قدام المرايه هتلاقي كل التحاليل اللي انت محتاجها موجوده عندك.
بالظبط. وهي الفكره ان احنا بنعمل سكريننج، يعني اللي هي التحليل البدائي اللي هي الفيتال ساينز، اللي هي الحاجات الاساسيه، نعرف الاشارات اللي الجسم بتاع الشخص ده بيديها. وطبعا المرايه هي جزء من البرودكت بورتفوليو، لان ده بيشتغل على التليفونات، على الكمبيوترز. يعني الفكره اصلا بدات من التيلي هيلث، اللي هو ازاي طب ما مريض بسبب كورونا برضو، يعني لما المريض بيتابع مع الدكتور ما عندوش غير الكلام مع المريض، فمحتاجين نديله داتا. فالداتا لو المريض هو بيعملها بنفسه ويحط الجهاز ويقيس الضغط وكده ما بتبقاش اكيوريت. طب قول لي ليه سميت المرايه رؤيه؟ لانها رؤيه، لان احنا كنا بنفكر في الموضوع ده. وطبعا احنا شركه يعني متاسسه في امريكا، فكنا بنقول هل الرؤيه دي هتعمل يعني بلبله شويه حتى في الجلوبال ماركتس، لقينا ان هي كاتشي نيم، ومنها رؤيه ان احنا you're looking، يعني اديكي بالانجليزي، يعني احنا كنا بنقول look into your health، فخدناها ان هي يعني من مرايه ل look into your health وكده، فطلعنا بكلمه رؤيه. وصراحه احنا في الحاجات دي جزء من الانتربرينورشيب، يعني ان احنا ما نطولش قوي في ان احنا نقعد نحلل كتير. هي يعني مشيت معانا so we just pushed it out. طب قول لي ايه المؤشرات الاساسيه اللي بتقدر تطلعها لي رؤيه عن صحتي؟ اعذريني لو قلتهم بالانجليزي، بس احنا بنطلع ضربات القلب، أيوة. ضغط الدم، الاكسجين في الدم، النفس، كم مره الواحد بيتنفس في الدقيقه، الاتش ار في. الاتش ار في طبعا هيبدا يبقى حاجه مهمه جدا الناس هتخلي بالها منها بسبب الكونتينيوس مونيتورنج، اللي هي بتقول ان هي قابليه الجسم على تحمل الستريس وستريس اندكس، وعندنا بارامترز ثانيه بلاد ريليتد زي الكوليسترول، هيموجلوبين، والاتش بي اي 1 سي. دول بيتعملوا طبعا، يعني مش عاوز اخش too much into tech يعني، بس via AI برضو. يعني الاي اي داخل في الحاجات اللي ما بعد المين فايتال. لا بالعكس، انا عايزاك تشرح للمشاهدين التكنولوجيا اللي ورا رؤيه، بس بطريقه بسيطه يقدروا يفهموها. تمام. احنا ببساطه لو بصينا على جهاز زي الاوكسومتر ده اللي بيتحط على الصابع، لما اي حد بيروح للدكتور في ضوء اخضر طالع منه. الضوء الاخضر ده بيساعد ان احنا نعرف نسبه الاكسجين في الدم. فاحنا اللي بنعمله عن طريق الكاميرا، اي كاميرا تطابق المواصفات واللي هو الافريج، يعني التليفونات اللي موجوده والكاميرات اللي موجوده الايام دي اتس مور ذان انف. فبنعمل زي لوك ان فيتشر، يعني بنعمل فيشل ريكوجنيشن، ومنها بنعمل لوك ان على الخدود، على التشيكس، لان هي اكتر مكان فيه دم. وبنبدا نعمل اناليسيس فريمز بير سكند، لان احنا الفيديو هو عباره عن 30 مينيمم فريمز بير سكند على مدى 40 ثانيه، فبنقدر نشوف التحركات في الوش يعني من ناحيه الدم، وانعكاس الضوء ده بيدينا معلومات للالجوريثم بتاعنا ان احنا بنقدر نطلع بيها الفيتال ساينس دي. والمقاييس دي بقى تبقى حقيقيه، يعني اقدر اعتمد عليها ولا لسه بقى في البدايه وبنجرب وبنشوف؟ لا، تقدري تعتمدي عليها. احنا عندنا اف دي ابروفل الاثنين من البارامترز مهمين جدا، اللي هي الهارت ريت والبريدنج ريت، والباقي احنا بنديه للاف دي. الاف دي لما رحنا له في الاول، الاف دي الامريكي، اتفاجئ، قال ايه الكلام ده، وبرده اللي هو ده مستحيل، مش عارف ايه، بس احنا عاملين ترايلز على كل البارامترز. they are all in the clinical range for the main vitals. يعني الفكره هي ان هي سكريننج، فاحنا بنبدا بالسكريننج، وعما بعد كده تبقى حاجه الناس تتقبلها، هتبقى اكيد موجوده في المستشفيات. وده كان الدسكشن بتاعنا مع هيئه الرعايه الصحيه، ان احنا ازاي نروح من فيز 1 ده ل انت لسه ماضي، نرجع بس خطوه لورا، ان انت لسه ماضي في الفتره الاخيره او من كام يوم صح مذكره تفاهم مع الهيئه العامه للرعايه الصحيه. بالظبط. طب ده معناه ان الوزاره مقتنعه جدا بالمنتج بتاعك او برؤيه المرايه، وبتشجعه، وعايزه تبتدي تستخدمه بعد كده في طريقه الرعايه الصحيه في مصر كنوع من انواع التجدد والتكنولوجيا، ان احنا نربط التكنولوجيا بالصحه. احكي لي شويه عن، بس سريعا، عن مذكره التفاهم دي. مذكره التفاهم دي بتنبت عن حاجه انا يعني شكرتها في الاول، اللي هو الانفراستراكشر في مصر او طريقه التفكير بتتغير. يعني طبعا انا مضيت مع السي او اللي هو دكتور تلواني، ودكتور سبكي كان معانا برضو، وهم يعني هم شباب يعني they're very active and aggressive towards implementation. وده بينبت عن ان الدوله اصلا متجهه في الاتجاه ده، فده بيسمح للتقنيه ان هي تبقى في adoption. الديل اللي احنا عاملينه او المذكره اللي عندنا، ان هي الفكره هي ان ازاي نروح تاني زي ما قلت لحضرتك من cool concept cool technology نفيد الشعب ونفيد الدوله، نربط الذكاء الاصطناعي بمجال الصحه. بالظبط. بالظبط. طب تعالى بقى نقوم نجرب المرايه ونشوف ايه موضوع
المرايه بتطلع ايه؟ تمام. طبعا المرايه زي ما احنا قلنا هي عباره عن طريقه احنا بنعرض بيها التكنولوجيا، هي موجوده في التليفونات، موجوده في الاب ستور اكسترا، ولسه ما عملناش البي تو سي بوش بتاعها، بس دي جايه. بنعمل كويشنير، اوكي، زي مثلا بنسال الشخص يعني هاو ار يو فيلينج. طبعا احنا في الديمو يعني دي ما تاثرش على الريزلت او الريبورت، تمام. فمثلا نقول ان حضرتك ريفرشت، الحاجات دي مش مهمه، برضو بنسال الطول، الوزن، الحاجات دي بتبقى مهمه للريبورت اللي يروح للمراجع والطبيب او النيرس. يعني هو بيطلع لي ريبورت بعد كده بقدر اخده طبعاً. للطبيب بتاعي. طبعا الريبورت ده طب ده حاجه مهمه قوي. طبعا، والريبورت على حسب الجهه اللي احنا بنشتغل معاها نقدر نخليه يتماشى مع المعلومات اللي هم عاوزين يستلموها جوه في الميديكال ريكوردز. والله يعني انا اقدر احدد المؤشرات اللي انا عايزاها اللي الدكتور طالبها مني. بالظبط بالظبط. ده شيء هائل جدا. فهنا بنعمل البلاد بريشر جروب والجندر، نبدا السكان. انا المفروض اقف بقى ارجعي كده. سنه لورا. اوكي تمام. يب. هيبقى 40 ثانيه زي ما قلت لحضرتك. ممكن تقربي السنه بس. تمام كده. احنا فيرست ستيب بنبقى we're looking in on the face زي ما قلت لحضرتك. بعدين we are analyzing the reflection light off of the cheeks. اوكي، يعني انت دلوقتي هو بيحلل الضوء اللي على الخد نفسه. بالظبط. اوكي. الانعكاس من هناك. انعكاس الضوء على الخد. بالظبط. وده بالنسبه لنا بيبقى معلومات، لان احنا بنقدر ناخدها ونقدر نحللها بالاي اي. طبعا الالجوريثم اللي عندنا يقدر يساعدنا ان احنا نطلع الحاجات دي اسرع. يعني المعجزه في الاي اي ان هو يقدر يخلي حاجه زي دي تبقى موجوده على جهاز ده او موبايل. فالبروسيسنج طبعا بيساعدنا في حاجه زي دي. فهي بتاخد بالظبط ال 40 ل 50 ثانيه طبعا depending on the internet connectivity، وبيطلع لك الفيتال ساينز at the end of the scan. لا انا متحمسه جدا اشوف هيطلع لي ايه. 8 out of 10. والله يعني مش حاسه بس تمام. 8 out of 10. طبعا حاجه مهمه برضو لازم نشرحها للناس، ان طالما ده بيعتمد على الضوء، فلو في تلاعب في الضوء كتير والشخص بيعملها it can affect طبعا الاكيورسي. فمهم جدا ان احنا نقول للشخص اقعد ما تتحركش مش عارف ايه لمده ال 40 ثانيه. فطلع ضربات القلب 48، النفس في الدقيقه 12، تمام، الاكسجين في الدم. ده كويس ولا وحش؟ كويس كويس، كل ده كويس، كل ده ممتاز. طب كويس الحمد لله. بتلعبي سبورتس؟ باين. الستريس اندكس لو، طبعا ممكن شخص يكون حاسس الستريس اندكس لو دي بقى استنيني ثانيه، لان احنا لما بنتكلم مع الناس وبنعرض لهم بيبقى الشخص في باله ان هو هي ستريسد، بس لو الجسم قادر يتحمل الاسترس ما يبينش ما يبانش في الفيتال ساينز، يبقى الجسم اتس اوكي كان ادابت تو ستريس، بدليل ان الاتش ار في بتاعك عالي. ده اللي احنا اتكلمنا عليه، الابيليتي بتاع الجسم ان هي تستحمل الستريس او تغيرات من ستريس تو نو ستريس. يعني ده بقى عالي، فان الجسم يتحول من نو ستريس لستريس ده بيحصل سريع، بيحصل سريع من غير ما ياثر على البايو ماركرز او الفيزيولوجيكال هيلث اوف ذا اندفيدوال. طيب عايزين نرجع نكمل اسئلتنا. تمام. في بارامترز ثانيه ولو حابين طب احكي لنا عليها سريعا كده واحنا البارامترز الثانيه زي ما قلت لحضرتك بتبقى حاجات ثانيه ليها علاقه مثلا بالايكويليبريم، بالسليب، بالاكتيفيتي. ده بنبص على الباراسيمباثيك، بيقدر يقيس كمان نومك يعني. ده يقدر يقيس الكواليتي، هل هي يعني ككواليتي مأثره على الفيتال ساينز ولا لا. طبعا البارامترز التانيين اللي اتفقنا على ان هي موجوده، الكوليسترول والهيموجلوبين والاتش بي 1 سي، ده طبعا محتاج برضو كيترنج للاي اي بيست اون دي البوبوليشن. فاحنا الهدف حتى مع الهيئه اللي هو احنا محتاجين نعدل الاي اي الجوريثم عشان نطلع برضو الحاجات التانيه اللي هي غير اساسيه كتكنولوجي عن طريق المعلومات اللي بناخدها والفايلز، وفي يعني بروتوكولات بتتعمل للحاجات دي. أنا بصراحة منبهرة جدا بالتكنولوجيا، وإن إحنا في مصر أصلا هنبتدي نعتمد على الذكاء الاصطناعي في الصحة. دي خطوة مهمة جدا وخطوة ليك بصراحة هايلة، ده معناه إن المنتج بتاعك هايل جدا. كنت مبسوطة جدا إن أنت كنت معانا النهاردة، وبتمنى ليك طبعا كل التوفيق، وأنا منتظرة أشوف كمان حاجات جديدة لولترا اي اي، ومتوقعة إن أنتوا هتنزلوا كمان منتجات أكتر من كده. مع أسف وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكر كل مشاهدينا النهاردة، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، واستنونا في حلقة جديدة وحكاية جديدة من أصل الحكاية.